القصة دي حد بعتها لي وبيقول لي اللي هحكيه لك دلوقتي مش أنا اللي حصل معايا، بس صاحبي اللي حكالي بيقسم إن كل كلمة فيها حقيقة. هو أصلا من قرية صغيرة في محافظة الفيوم اسمها قرية الكرم، قرية هادية وشكلها عادي جدا. البيوت من الطوب الأحمر والطرق ترابية، وجبل عالي بيطل عليها اسمه جبل النحاس. الناس اللي هناك بيحبوا يحكوا عن تاريخه وعن الأزهر واللي اتعلموه فيه وعن الأبطال اللي حاربوا في 73. بس في حاجة واحدة بس محدش بيحب يجيب سيرتها كويس، وهو جبل النحاس. كل طفل في قرية الكرم سمع عنه من صغره، يحكوا عن الشيخ طه وابنه حسن، عن الخيانة وعن اللعنة اللي لحد النهاردة محدش فاهمها، بس الكل حاسس بيها. الناس بتقول إن الجبل ده ملعون، وإن في أيام معينة من السنة بتتغير ريحته وتسمع فيه أصوات طحن غريبة كأن في حد بيفرك حجر في حجر فوق هناك. لكن دايما الرد كان واحد: سيبك يا ابني من الكلام ده، الجبل لناسه، ما تقربش منه بالليل. صاحبي بيقول ان طول عمره كان فاكرها حكايات عواجيز، اساطير كده بيخوفوا بيها العيال عشان ما يطلعوش فوق الجبل، لحد الليله اللي قرر فيها يطلع بنفسه. بس قبل ما نحكي اللي حصل فوق لازم تعرف القصه من الاول، القصه اللي بدات من حوالي 3 قرون، القصه اللي بسببها جبل النحاس بقى ما بينامش. بيقول لك من حوالي 300 سنه كان في راجل اسمه الشيخ طه عبد الرازق، راجل طيب وهادي ومعروف بالحكمة والبركة، وكان الناس بتجيله من كل القرى عشان يرقيهم أو يعالجهم بالأعشاب. كان عايش في بيت بسيط على سفح جبل النحاس ومعاه ابنه الوحيد حسن. الشيخ طه ما كانش بيأذي حد، وكان معروف إنه صاحب نية بيضة زي ما بيقولوا. لكن في يوم حصلت مصيبة في القرية اللي جنبهم، وباء غريب انتشر، والناس بدأت تموت بسرعة ومحدش كان عارف ايه السبب. في إشاعات طلعت وقتها إن الشيخ طه هو اللي اتسبب في ده، وإنه استخدم علمه في حاجة مش من القرآن، والناس هنا بدأت تخاف منه، وبدل ما يسألوه اتلموا عليه زي الوحوش. ابنه حسن كان خايف عليه وقال في نفسه يمكن لو سلمت أبويا بنفسي هيصدقوني إننا ملناش علاقة ويمكن يسيبوه يعيش. وراح للعمدة بنفسه وقال له على مكان الشيخ طه، وفي الليل طلعوه أخدوه مربوط ماشي حافي، والناس حواليه بتهتف: ده الساحر، ده اللي جاب علينا غضب ربنا. حسن كان ماشي وراهم مش قادر يبص في عيون ابوه لحد ما وصلوا لساحة كبيرة عند الجامع القديم، وهناك وقف الشيخ طه ورفع راسه وبص لابنه حسن، والناس كلها سكتت. وساعتها قال جملة غريبة محدش فهمها وقتها، لكن كل اللي سمعها بيحلف انه حس ببرد فجأة في عظمه. والجملة دي كانت: من خان الدم هيفضل ماشي ورا اللي ظلمه طول ما النحاس بينطحن. وفي نفس الليلة الجو اتقلب، والرياح بدأت تصفر من فوق الجبل، وبعد كام يوم لقوا كل اللي شاركوا في القبض عليه ماتوا واحد ورا التاني بطرق غريبة، وحسن اختفى ومحدش شافه بعد كده. بس الناس بتقول إن في الليالي الهادية بتسمع صوت حجر بيتطحن في حجر تاني، وصوت خطوات اتنين، واحد دايما ماشي قدام والتاني ورا مش قادر يلحقه. ومن بعد الليلة دي محدش في قرية الكرم بقى يقرب من جبل النحاس، وخصوصا بعد المغرب. الناس كانت بتعدي جنبه بسرعة، حتى الحيوانات كانت بترفض تطلع الناحية دي. اللي حاول يبات فوقه أو يزرع هناك كان يا إما يرجع مجنون يا إما ما يرجعش خالص. وفي سنة 1820 تقريبا، وقت ما البلد دي كان فيها وباء منتشر، جم ناس من القاهرة وحطوا بيت صغير للحجر الصحي عند سفح الجبل ده. كانوا بيقولوا إن المريض اللي بيموت هناك وشه بيبقى مرتاح كأنه نايم في أمان، بس اللي بيعيش شوية بيحكي قبل ما بيموت إن في راجل عجوز بجلابية غريبة بيجي بالليل يلمس جبين المريض ويهمس بكلمات محدش فاهمها. واحد من الدكاترة اللي كانوا هناك كتب في الدفتر بتاعه، وده الدفتر اللي اتلقى بعدين، إنه كان كل يوم الصبح يلاقي على أرضية المكان دايرتين متقطعتين مرسومين على التراب كأن حجر اتفرج في حجر، وكان كل لما يجي يمسحهم يرجعوا تاني في الليلة اللي بعدها. وسنة 1905 لما الإنجليز بدأوا يمسحوا المنطقة ويبنوا طرق جديدة، المهندس المسؤول اشتكى إن العلامات اللي بيحطها في الأرض تتحرك لوحدها بالليل. وفي يوم واحد من العمال قال انه شاف راجلين ماشيين في دايره فوق الجبل، واحد كبير في السن لابس عبايه والتاني شاب دايما بيحاول يلحقه، بس الكبير عمره ما بيبص وراه. ومن بعدها سموه جبل اللي عايزين الغفران، لان كل اللي شافهم بيحلف ان الشاب بيبكي وبيتكلم بكلام مش مفهوم، والشيخ ماشي قدامه في صمت كأنه عمره ما هيغفر. والناس كلها بقت بتخاف من يوم معين في السنة، يوم 26 سبتمبر، وبيقولوا إن في الليلة دي اللعنة بتصحى، واللي يعدي جنب الجبل بيسمع صوت طحن الحجر، أو يشوف من بعيد نار صغيرة وناس لابسة جلابيب سودا وواقفين في دايرة ما بيتكلموش، بس باين عليهم إنهم مستنيين حاجة. ومع مرور السنين الناس بدأت تنسى، جت أجيال جديدة ما تعرفش حاجة عن الشيخ طه ولا عن ابن حسن، لكن جبل النحاس عمره ما نسي.
وفي الخمسينات لما جم شوية كشافة للقرية ويعملوا معسكرات فوق الجبل حصلت حاجات غريبة. واحد من القادة هناك كان بيقول إن كل يوم الصبح بيلاقي الأوتاد اللي بيحدد بيها أماكن الخيام اتحركت كأن في حد كان بيلعب بيهم بالليل. وفي يوم قائد المعسكر قرر يبات فوق بنفسه عشان يثبت للعيال إن مفيش حاجة. وبالليل الهوا كان ساكت بس سمع صوت طحن حجر بحجر جاي من فوق الجبل. طلع الكشاف بتاعه وهنا شاف من بعيد اتنين ماشيين في دايرة، واحد لابس أبيض والتاني لابس أسود. بس لما ركز أكتر اكتشف إن اللي لابس أبيض باين عليه إنه راجل عجوز، والتاني شاب كل شوية يحاول يمد إيده عشان يلمسه لكن العجوز عمره ما بيبص وراه. القائد ده تاني يوم الصبح رجع على القاهرة وقال لهم الجبل ده مش مكان معسكر، ده مكان للعزل، وساب كل حاجة ورجع. وساب كل حاجة وراه حتى الشنطة اللي فيها ورقه ومذكراته. ومرة تانية في التمانينات لما حاولوا يعملوا طريق يوصل للجبل عشان مشروع سياحي، كل الماكينات كانت بتتعطل عند نقطة معينة، نفس النقطة اللي عندها الناس كانت بتشوف الدوائر الحضارية. المهندس المسؤول وقتها قال في جملة اتشهرت في القرية كلها: الجبل مش راضي يتفتح، الجبل ده عايز يفضل مقفول. ومن بعدها جبل النحاس ده اتساب لحاله. بس كل سنة في نفس الميعاد يوم 26 سبتمبر الناس اللي ساكنة قريب منه بيقولوا انهم بيشوفوا نور ضعيف فوق الجبل، زي نار صغيرة حواليها اشكال سودا وواقفة في دايرة، ولا بيتكلموا ولا بيتحركوا، كأنهم واقفين بيستنوا حاجة او حد. وصاحبي بيقول لي انا عمري ما كنت بصدق الحكايات دي، كنت فاكرها كلام عواجيز وناس بتحب تخوف العيال، لحد ما جت ليلة من كام شهر كانت اخر ايام الصيف، الجو حر بس في نسمة خفيفة كده. هو واصحابه قرروا يطلعوا جبل النحاس بالليل، يعملوا مغامرة كده زي أي شلة شباب بتحب تتحدى الخوف. وصلوا لحد نص الطريق، الدنيا كانت هادية زيادة عن اللزوم، مفيش ولا صوت عصافير ولا صوت كلاب. وفجأة واحدة من البنات اللي كانت معاهم وقفت وقالت: سمعتوا ده؟ في الأول محدش سمع حاجة لكن بعد شوية الكل سمعها، صوت حجر بيتفرج في حجر ببطء وبنغمة كأنها مقصودة، مش حاجة طبيعية، صوتها كان جاي من فوق الجبل. واحد منهم قالوا وهو بيضحك: أكيد في حد فوق بيطحن رز. وهنا ضحك كلهم بس الضحك مات بسرعة لما الصوت قرب أكتر. كل خطوة كانوا بيطلعوها لفوق الصوت كان بيعلى أكتر لحد ما وصلوا عند الصخرة الكبيرة اللي فوق اللي الناس بتسميها نقطة المراقبة. وهناك شافوه راجل عجوز قاعد على الأرض ولابس حاجة شكلها شبه جلابية قديمة متقطعة، قدامه حجرين بيفركهم في بعض بهدوء وبثبات، وشه باين عليه عمر سنين، وعينيه سودة تقيلة فيها حزن يخليك تبص وتنسى نفسك. واحد من الشلة دي قال له هو خايف: يا عم انت كويس؟ الراجل رفع راسه وبصلهم كأنه شايفهم من زمن بعيد ونطق بكلمة واحدة بس، مش لغة عربية، صوتها كان تقيل كأنها طالعة من جوف الجبل نفسه. وصاحبي هنا كان بيقول: أنا حسيت إن صدري اتقفل، نفسي اتحبس والهواء تقل حوالينا، وقال لهم على طول يلا بينا نمشي دلوقتي. وبعدها بدأوا يرجعوا بهدوء، بس الراجل فضل قاعد بيطحن في الحجر كأنهم مش موجودين أصلا. ولما نزلوا لحد آخر الطريق بصوا وراهم لقوا الراجل اختفى، لكن الصوت لسه موجود، حجر بيتطحن في حجر، نفس الإيقاع بنفس النبرة، بس المرة دي جاي من كل اتجاه. ورجعوا لبيوتهم محدش فيهم يتكلم مع التاني كلمة واحدة ولا حتى في الجروب اللي كان بينهم، بس كلهم من غير ما يتفقوا مع بعض ما طلعوش فوق الجبل تاني. وبعد اللي حصل في الليلة دي صاحبي ما كانش نفسه، بيقول لي انه بقى بيحلم كل ليلة بنفس الكابوس: جبل النحاس والراجل العجوز قاعد بيطحن في الحجر، وشخص تاني صغير لابس زي فلاح بسيط ماشي وراه في دايرة عمال يدور وراه. صاحبي حاول يقنع نفسه انها مجرد اوهام، بس كل ما يدخل على النت او يسأل الناس اللي في القرية يلاقي ان في حد غيره شاف نفس المنظر ونفس الكلمة التقيلة اللي قالها الراجل العجوز، كلمة غريبة محدش قادر يفسرها. واحد من كبار السن في القرية، راجل اسمه العم عبد الستار، قال له: اللي شفتوه ده مش خيال يا ابني، ده الشيخ طه وابنه حسن، الأب لسه ما سامحش والابن لسه بيدور على غفرانه. قال له كمان إن اللعنة دي مش على الأرض بس، دي على الدم نفسه، وإن كل سنة في يوم 26 سبتمبر الروح بتتجدد، واللي يطلع الجبل في اليوم ده يبقى هو كمان شاهد جديد في الدايرة اللي ما بتخلص. صاحبي بيقول من بعدها بقيت أسمع الصوت وأنا لوحدي في البيت، طحن الحجر ونفس الإيقاع كان بيذكرني إن الجبل لسه فاكرني. وبيختم رسالته بجملة قصيرة وتقيلة: لو قررت في يوم تطلع جبل النحاس ما تطلعوش في سبتمبر، خصوصا يوم 26، لأن الجبل بيفتكر واللي بيدخله
بيبقى جزء من حكايته. من يومها وأنا كل لما أسمع صوت حجر بيتحك في حجر تاني بحس إن الجبل مش بعيد زي ما الناس فاكرة. الجبل لسه في مكانه، بس اللعنة يمكن بقت جوه كل واحد مننا. ايه رأيك في القصة؟ حاسس إنها خيالية ولا عدت عليك حاجة شبه كده؟ قولي في الكومنتات، استني ردك.